وبيبدأ الموسم الثالث مع لعبة الحبار، وبنشوف اللاعب رقم 145 وهو بيطلب من الحراس يسيبوه يفضل عايش، لكنهم بيقتلوه. وبيروح واحد من الحراس يضرب اللاعب رقم 246 بالنار، فبيقع على الأرض ومش بيكون عايز يموت عشان بنته مريضة في المستشفى. فبيطلب منه الحارس يغمض عينيه وبيعمل له مسح وبيكنسله من اللعبة. وبعد كده بنشوف الحراس وما بيلموا جثث اللاعبين، وبتقول وقتها واحدة من الحراس لصاحبها الحارس التاني إنها عايزة تعرف مكان أوضة العمليات، وده المكان اللي بيتشال فيه أعضاء اللاعبين اللي ماتوا عشان ياخدها أصحاب اللعبة ويدوها لناس محتاجين زرع أعضاء. وبيحطوا الحراس بعدها تابوت في نص أوضة اللاعبين، وبيكون سيونج فاقد الوعي جوه التابوت، فبيشيلوا اللاعبين بسرعة هم مرعوبين وبيحطوه على سريره. وفي اللحظة دي بيكون في محقق اسمه هوانج على مركب في البحر بيدور على الجزيرة اللي بيتلعب فيها لعبة الحبار عشان يقبض على منظم اللعبة. وبيظهر إن في جريمة قتل حصلت لسواق المركب، فبيقرر هوانج يقف عند أقرب مينا عشان يدور على سواق جديد. وبنرجع لسيونج اللي بيفوق وهو على وشه آثار دم، وبيتصدم لما بيعرف إن في 35 لاعب ماتوا في محاولة الهروب. وبيفتكر صاحبه جونجا اللي اتقتل قدامه، فبيقعد على سريره وهو مصدوم. وبيدخل القاعة الحراس بيعرفوهم إن جايزة المسابقة زادت وبقت 39 مليار و600 ألف، هيتنافس عليها 60 لاعب بس. لكن سيونج بيتعصب عليهم وبيسألهم هم ليه سابوه يعيش، وبيطلب منهم يقتلوه ويخلصوه من العذاب اللي هو فيه. فبيمسكوا الحراس وبيربطوا في السرير، وبيكون المشرف على اللعبة مراقبهم من الكاميرات. وبيتصل بيه قبطان المركب اللي عليها المحقق هوانج، وبنعرف انه تابع اللعبة اصلا. فبيطلب منه المشرف انه يعطل هوانج، ولو معرفش يعطله يقتله هو وباقي ركاب السفينة. وبيجي الوقت على تصويت اللاعبين عشان يكملوا اللعبة، فبيرفض سيونج يصوت، وبيبدأ اللاعبين يتحركوا عشان يصوتوا. فبتختار أول واحدة إنهم يكملوا اللعبة، وبيظهر إن في عدد كبير من اللاعبين عايزين يكملوا عشان الجايزة. وبيروح المشرف يقابل واحد من الحراس وبيطلب منه يعين حراس جدد بدل اللي ماتوا، ويصلح المنشأة اللي اتدمرت في محاولة الهروب، لأن الناس المهمين في طريقهم للمكان. وبيصوت اللاعبين إنهم يكملوا اللعبة، فبيعرفهم الحارس إن اللعبة هتبدأ تاني يوم. وبيبدأ اللاعبين يتريقوا على سيونج وبيشكوا إن كل اللي حصل كان خطته عشان يخلص من أكبر عدد من اللاعبين أثناء الهروب، لأن هو الوحيد منهم اللي رجع عايش. وبتروح اللاعبة رقم 44 تتكلم معاه وبتعرفه إنه رجع يشارك في اللعبة عشان أرواح اللاعبين اللي ماتوا، بس مش هيفضل يسمع صوتهم في ودانه لحد آخر يوم في عمره. فبينفعل عليها وبيخنقها، لكن صحابها بيلحقوها على آخر لحظة. وفي أوضة العمليات بتوصل واحدة من الحراس لهناك، وبنعرف إنها كانت لاعبة ورقمها 11 قبل ما تنضم للحراس. وبتشوف الحراس وهم بيشرحوا جثة اللاعب رقم 246، فبتمسك سلاحها وبتقتلهم واحد ورا التاني، وبيفضل واحد بس عايش. فبتطلب منه يعالج اللاعب 246 وإلا هتقتله، فبيوافق. وبنشوف اللاعبة جومجا اللي بتكون ست عجوزة وغلبانة، وبتروح تتكلم مع سيونج عشان تديله أكل. وبنعرف إن هي وابنها مشاركين في اللعبة، فبيقول ابنها يونج لسيونج إنه شاف اللاعب دايهو وهو شايل الذخيرة أثناء الهروب، لكنه مداش للاعبين. فبيتعصب سيونج وبيقرر ينتقم من دايهو. وعلى السفينة بيكون عدى على المحقق هوانج 4 أيام وهو في المية، ولسه لحد دلوقتي ملقاش الجزيرة. وبيروح له رئيس تشوي وهو بيعرفه إنه امبارح بالليل شاف القبطان بارك وهو ماسك في إيده مفك، وبيكون شاكك إن بارك تبع اللعبة. فبيرد عليه هوانج إن بارك أنقذه من الموت قبل كده وواثق فيه إنه مستحيل يخونه. وتاني يوم بيصحى دايهو من النوم وبيشوف سيونج وهو باصص له بغضب، فبيقوم بسرعة وبيتجمع هو وباقي اللاعبين عشان يشاركوا في اللعبة الجديدة من لعبة الحبار. وفي الطريق بيشوفوا جثث اللاعبين اللي حاولوا يهربوا متعلقة في نص القاعة، وبيقول لهم الحراس إن ده عقاب أي حد هيفكر يهرب. فبيخافوا كلهم ما عدا سيونج اللي بيكون عايز ينتقم لأصحابه. وبيدخلوا قاعة اللعبة وبيعرفوا إنهم لازم يتقسموا الفريقين عن طريق آلة فيها كور زرقاء وحمراء، والآلة هتختار لكل واحد لون بشكل عشوائي. فبياخد كل لاعب كرة وبيعرف فريقه، وبيكون سيونج في الفريق الأحمر. وفي أوضة العمليات بتهدد اللاعب رقم 11 الحارس وبتخليه يخيط جرح اللاعب رقم 246، وبتعرف إنه عايز يتنقله دم، فبتقرر تديله من دمها، وبتحط مسدسة على دماغ الحارس عشان تقتله لو فكر يعمل حاجة غلط. وبنرجع لأوضة اللعب وبنعرف إنهم هيلعبوا استغماية، والفريق الأزرق هيكون قدامه 30 دقيقة يلاقي فيها مخرج من الأوضة ويستخبى من الفريق الأحمر، اللي هتكون مهمته يمسك لاعب الفريق الأزرق ويقتلهم، واللي مش هيقتل اللاعب اللي هيمسكه
هيتقتل هو، وبيدي الحراس مفاتيح للفريق الازرق عشان يفتحوا الابواب ويهربوا منها، لكن الباب اللي هيتفتح مره مش هيتقفل تاني، وبياخد الفريق الاحمر سكاكين عشان يقتلوا بيها الفريق الازرق. وبيكون قدامهم فرصة أخيرة إن لاعب من أي فريق يروح للفريق التاني، فبيبصوا كلهم لبعض وهم خايفين ومش عارفين يفكروا. وعلى المركب بيلاقي وانج سواق جديد يكمل معاهم الرحلة، وبيلاحظ وانج إن رئيس تشوي مش موجود على المركب، فبيتصل بيه وبيسأله عن مكانه، فبيعرفوا تشوي إنه مش هيكمل مع الرحلة. وبيظهر تشوي وهو واقف على المينا وبيركب عربية مع شاب صغير، وبيعرفوا إن الزعيم مات ولازم يتصرف في أسرع وقت. وبنرجع للعبة الحبار، وبيكون اللاعب رقم 124 بيتريق على منسو صاحبه، وبيفكروا إنه سانس صاحبهم مات ودلوقتي مفيش غيرهم هما الاتنين. وبيبقى اللاعب رقم 124 ومنسو في الفريق الأحمر، وبيبقى اللاعب رقم 333 بيحاول مع جنهو إنهم يبدلوا الفرق لأنها حامل ومش هتقدر تقتل حد، لأن لازم لاعب الفريق الأحمر يقتل على الأقل واحد من الفريق الأزرق، لكنها بترفض. فبيقترح عليها إنه يروح لما اللعبة تبدأ عشان يقتله، وبيكون كل هدفه يحميها هي والجنين اللي في بطنها. وبيحاول اللاعب يونج مع أمه إنهم يبدلوا الفرق، وبتروح هي مع الفريق الأزرق عشان تهرب لأنه خايف عليها لأنها مش هتعرف تقتل حد، وبترفض في الأول لأنها برضه خايفة عليه، لكنها بتوافق في الآخر وبيبدلوا مع بعض بشرط انه يدور عليها عشان يحميها من باقي لاعبي الفريق الاحمر. وبيروح ديهو يتخانق مع سيونج لان سيونج شايف ان هو المذنب والسبب في فشل خطة الهروب، وبيبقى ديهو خايف ان سيونج يقتله لانه في الفريق الازرق. وفي اللحظة دي بتبدأ اللعبة وبيتحرك الفريق الازرق عشان يروح يستخبى، فبتروح جنود بدل لبسها على اخر لحظة مع اللاعب رقم 333، فبياخد لبسها وبيوعدها انه هيدور عليها عشان ينقذها. وبيدخل الفريق الأزرق بعدها الأوضة شكلها غريب، سقفها فيه رسومات للسماء والنجوم، وبيبقى قدامهم دقيقتين بس يستخبوا فيهم. فبتروح اللعيبة رقم 120 تاخد جون هو وجونجا عشان يستخبوا، وبيتحرك الفريق الأحمر عشان يدوروا على الفريق الأزرق، وبيتحرك سيونج آخر واحد فيهم، وبيفوق اللاعب رقم 246. فبتشكر اللاعبة رقم 11 الحارس وبتخلص عليه عشان ما يقولش لحد على حقيقتها، وبتقرر تخلي رقم 246 يتنكر وكأنه واحد من الحراس. وبيوصل الفريق الأحمر لأوضة النجوم وبيبدأوا يدوروا على الفريق الأزرق، وبيقف اللاعب رقم 124 واللي بيكون اسمه نامجيو وبيتكلم مع رقم 333 ولو ميونج، وبيتصرف نامجيو بطريقة غريبة فبيقلق منه بيونج وبيسيبه يمشي لوحده. وبتكون اللاعبة رقم 44 ماشية في الممرات مع كام لاعب تانيين معتبرينها القائدة بتاعتهم، فبتعمل حركات بإيديها في الجو وبتعرفهم إن الآلهة بتتواصل معاها وبترشدها للطريق الصح، خصوصا إن الطريق قدامهم شبه المتاهة، فبتختار طريق وبيمشوا كلهم وراها. وبيكون اللاعب رقم 100 بيحاول يهرب هو كمان، وبيفتح الباب الأول، ولما بيجي يفتح الباب التاني بيلاقي إن المفتاح بتاعه مش بيفتح، فبيجي لاعب تاني وبيفتح الباب بالمفتاح بتاعه. وبتوصل وقتها جونهو وجونجا واللاعبة رقم 120 واللي بيكون اسمها هيون، وبيكتشفوا إن كل واحدة منهم معاها مفتاح شكله غير التاني، وفي واحدة معاها شكل المثلث والتانية المربع والتالتة الدايرة. وبتفهم هيون إن كل باب ليه شكل مفتاح معين، فبيقرروا يعملوا فريقهم التلاتة عشان يقدروا يهربوا. وبيحاول ديهو إنه يهرب، فبيشوفوا سيونج وبيطاردوا، ولما بيفتح ديهو الباب بيلاقي إن المكان عبارة عن بير عميق، وبيوصل له سيونج وقتها لكنه بيشوف إن ده مش ديهو، وبيشوف ديهو الحقيقي الجنب التاني من البير، وبيكون ديهو خايف جدا. وبيكمل باقي اللاعبين المطاردة لحد ما بيوصل ميونج للاعب رقم 235، فبيهجم على ميونج لكنه بيقدر يتفادى ضربته في دخلة نامجي الأوضة، وبيحاول رقم 235 يدافع عن نفسه وبيضرب نامجي وبيوقعه على الأرض، فبيطعن ميونج رقم 235 عشان ينقذ صاحبه، وبعدها بيطعن نامجي رقم 235 وبيختلفوا مع بعض على مين فيهم يقتله، وبيقرروا يقتلوا في نفس الوقت، وبكده يفضلوا في اللعبة لحد ما يقتلوا حد تاني. وبياخد بيونج المفتاح بتاع رقم 235 معاه، وبعد ما بيمشوا بيطلع من سمن الأوضة اللي جنبهم وهو خايف جدا، وبيلاقي البرشام بتاع نامجيو على الأرض، فبياخده عشان يستجمع شجاعته ويشارك في اللعبة. وفي الوقت ده بيهجم رقم 226 على جونهو، فبتدافع عنها هيون وبتتخانق مع رقم 226 وبتقدر تتدلب عليه بسهولة وبتطعنه بالسكينة بتاعته فبتقتله. وبنروح للاعب رقم 100 وهو بيحاول يهرب مع صاحبه رقم 232، وبيفتحوا واحدة من الأوض فبيلاقوا جواها لاعبة من الفريق الأحمر، فبيخرج رقم 100 وبيقفل الباب على رقم 232، فبتهجم عليه اللاعبة رقم 349 وبتقتله، وبكده بتنجح في اللعبة وبينتهي دورها
فبتمشي وبيفتح رقم 100 الباب تاني وبياخد المفتاح من رقم 232 وبيهرب وبيوصل ميونج ونام جيو للاعب تاني وبيقتلوا هما الاتنين وبكده بينجحوا هما الاتنين في اللعبة. وبتسمع جنهو اسم ميونج بتطمن لأنه هيجي ينقذها زي ما وعدها وبيقرر ميونج يدور عليها فعلا لحد ما يلاقيها وبيوافق نام جيو يساعده بشرط إنهم يقتلوا أي حد يلاقوا في طريقهم لأن لو في واحد من الفريق الأحمر ما قتلش حد يخسر اللعبة وبكده يزيد نصيب كل واحد منهم من الجايزة. فبيتحمس ميونج وبيوافق على اقتراحه وبيبدأوا يدوروا على حد يقتلوه. وبنشوف دايهو وهو بيهرب من الفريق الأحمر وبيكون مصاب في رجله ولما بيوصل له واحد من اللاعبين بيزقه دايهو فبيقع اللاعب من على السلم وبيموت وبياخد دايهو السكينة بتاعته وبتكون جنهو خلاص بتولد وبتساعدها جونجا عشان تولد وبيظهر ان ناقص على انتهاء اللعبة 15 دقيقة بس. وبنروح ليونج اللي بيدور على حد يقتله عشان يكسب وكان في اللعبة فبيدخل أوضة وبيشوف قدامه اللاعب رقم 172 وبيحاول 172 يستعطفه عشان يسيبه عايش وفجأة بيهجم عليه وبيكون عايز يقتله فبيدخل 203 الأوضة وبيقتل 172 فبيتوتر يونج وبيقوم بسرعة من مكانه ووقتها بتكون رقم 44 لسه بتضحك على الفريق اللي معاه وبتوديهم لواحدة من الأوض وبتفتح الباب لكنها بتتصدم وبتقفل الباب بسرعة وبتهرب وبيخرج من الأوضة ميونج ونام جيو وبيقتلوا فريقها كمان وبتجري رقم 44 عشان تهرب فبتخبط في ديهو وبيقوم كل واحد منهم يمشي في طريق غير التاني. وبعدها 44 بتقابل سيونج وبتقوله إن ديهو مصاب في رجله وسايب وراه آثار دم فبيسيبها سيونج لأنه عايز يقتل ديهو بس وبيبدأ يمشي ورا آثار الدم وبتدخل رقم 44 أوضة وبتكتشف إن باب الخروج موجود هناك لكنها محتاجة 3 مفاتيح عشان تفتح الباب فبترجع تدور على المفاتيح وبيسمع رقم 100 صوت جاي من وراه فبياخد دم من جثة جنبه وبيغرق نفسه دم وبيمثل إنه ميت وبيفوق بعدها ورقم 44 بتاخد منه مفتاح فبيسألها هي بتعمل ايه وبيعرف منها انها لقيت باب الخروج فبيروح معاها. وبنشوف هيون وهي مع جونهو بتساعدها تولد وفجأة بيدخل عليهم الأوضة لاعب من الفريق الأحمر فبتهجم على هيون وبيتخانقوا سوا لحد ما بيوصلوا لأوضة الخروج وهناك بتمسكوا هيون وبتطعنه فبيموت وبتشوف مفاتيح باب الخروج وبتقدر تفتحه ب3 مفاتيح اللي معاها وقبل ما تعدي من الباب بترجع عشان تاخد جونهو وجونجا معاها وفجأة بيهجم ميونج عليها وبيطعنها وبيتصدم لما بيشوف جونهو قدامه وبينادي عليه نام جيو وبيسأله لو في حد في الأوضة عنده فبيكدب عليه وبيعرفوا إن مفيش حد وبيقفل الباب عليهم وبيكمل سيونج طريقه لحد ما بيوصل لآخر أثر لديهو وبيلاقي إن الآثار وقفت لحد هنا فبيرجع يقفل الباب وبيلاقي ديهو ورا الباب وبنروح لرقم 44 وهي عند باب الخروج هي ورقم 100 وبيحاول رقم 100 يفتح الباب بالمفتاحين اللي معاه لكنه بيفشل لأنه ناقصه مفتاح الدايرة فبتحط 44 المفتاح بتاعها وبيتفتح الباب وفجأة بيزقها رقم 100 وبيعدي من الباب لوحده وبياخد المفتاح معاه فبتتحبس 44 في الأوضة وبيدخل عليها من سوء ولما بيقرب منها بيشوف قدامه خيال نمجو فبينفعل عليها وبيطعنها فبتموت. وبنرجع لسيونج اللي بيحاول يخلص على ديهو فبيعتذر له ديهو انه خانه قبل كده وبيبرر موقفه انه كان خايف ومش عارف يتصرف وفجأة بيطلع السكينة من معاه وبيهجم بيها على سيونج وبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض وبيقدر ديهو يهرب منه فبيطاردوا سيونج لحد ما بيوصله وبيخنقوا عشان يقتله وينتقم منه وبتقرر جونجا تاخد جونهو ويهربوا هما كمان وبيروحوا الأوضة تانية فيها باب مخرج وبيحاولوا يفتحوا الباب وفجأة بيدخل عليهم الأوضة يونج وبيكون ناقص أقل من دي على نهاية اللعبة فبيحاول يونج يهجم على جونهو عشان يكسب في اللعبة قبل ما الوقت يخلص فبتمنع أمه وبتطلب منه يقتلها هي لكنه مش بيوافق وبيبعدها عن سكته وبيعتذر لجونهو انه يخلي بنتها من غير أم لكن جونجا بتقرر تضحي بابنها عشان تنقذ جونهو بنتها فبتطعنه من ظهره وبيتصدم يونج ان امه هي اللي طعنته وبيخلص معها وقت اللعبة وبيظهر الحراس في الممرات وبيشوفوا سيونج وهو بيحاول ينتحر فبيضربوا رصاص على السكينة وبعدها بياخدوا سيونج معاهم وبيروحوا ليونج وبيضربوه بالنار قدام امه لانه خسر في اللعبه وبيبدا الحراس يلموا جثث اللاعبين اللي خسروا وفجاه بيهجم واحد من اللاعبين على واحد من الحراس فبيقتل الحارس وبعدها بيخلع القناع وبيظهر ان هو و3 تانيين شكلهم مختلف وبيتكلموا انجليزي على عكس كل الحراس اللي بيكونوا كوريين وبيتكلموا كوري. وبعد شويه بتدخل جونجا قاعه اللاعبين ومعاها ابن جونهو وبيتصدموا كلهم لما بيشوفوا الطفل على ايديها ما عدا سيونج اللي بيكون شارد ومش مهتم باي حاجه بتحصل حواليه وبيظهر وقتها على ميونج ان معجب بجونهو وعايز يرتبط بيها وده اللي بيخليه يدافع عنها في كل فرصه بتجيله. وبيدخل الحراس القاعه وبيعرفوا اللاعبين
ان في 35 لاعب خرجوا من اللعبه، وبكده بقى في 25 لاعب بس هيتنافسوا على اكتر من 41 مليار ون. وجي وقت التصويت عشان يشوفوا اذا كانوا هيكملوا لعبه ولا لا، وبنروح للمشرف وهو قاعد مع 5 من رجال الاعمال، ودول الاشخاص اللي بيمولوا اللعبه، وبيظهر انهم مهووسين بفكره السيطره او المتعه اللانهائيه، لدرجه انهم مبسوطين انهم شاركوا في اللعبه بنفسهم وكانوا لابسين لبس الحراس. وبيشكر كل واحد منهم المشرف انه خلاهم ياخدوا التجربه دي، وبيقولوا انه مبسوط منه لانه بيكرم ذكرى باباه واللي بيكون اسمه اوه. فبيرد عليه المشرف انه بيعمل اللي يقدر عليه عشان يقدم احسن خدمه للعملاء بتوعه. وفي اللحظه دي بيعرف واحد من الحراس ان التواصل مع غرفه العمليات اتقطع، فبيطلب من حارس تاني ينزل بسرعه عشان يتاكد بنفسه. وبنروح للمحقق هوانج وبيكون لسه على السفينه وما قدرش يوصل للجزيره لحد دلوقتي، فبيتصل بتشوي وبيحذره من القبطان بارك، وبيعرف انه سأل على بارك في كل مكان واكتشف ان محدش يعرفه، فبيزيد شكه في بارك انه تبع اللعبه، وبيطلب من هوانج يخلي باله منه ويراقب احتياطي. وبنرجع لاوضه اللاعبين وبيبدا التصويت على اللعبه الجديده، وعلى الرغم من الحاجات المخيفه اللي شافوها في المكان ده بيصوت الاغلبيه من اللاعبين انهم يكملوا اللعبه، وبيفضل سيونج معترض عن التصويت لانه مش عايز يشارك في الجريمه دي، وكان راجع عشان يكشف اصحاب اللعبه مش اكتر. وبيوصل الحراس لاوضه العمليات وبيشوفوا جثث اصحابهم على الارض، فبيفهموا ان في خاين وسطهم. وبتروح الحارسه رقم 11 تدي مفتاح اوضه 16 للاعب رقم 246، وبتطلب منه يروح يرتاح هناك ويخلي باله لان في كاميرات في الاوضه. وبيطلع كبير الحراس اللي بيكون لابس بدله مختلفه عن باقي الحراس لونها اسود، وبيراجع كاميرات المراقبه، فبيشوف الحارس رقم 16 في الاوضه بتاعته، وبيلاحظ ان الحارسه رقم 11 مش موجوده، فبيطلع اوضته بيتكلم في اللاسلكي، وبيطلب الحارس رقم 16 ورقم 11 يطلعوا عند الاوضه، فبتفاجئ 11 انها موجوده معاه في الاوضه وكانت مستنيه يظهر عشان تقتله، وبيتصدم لما بيعرف ان هي اللي خلصت على الحراس في اوضه العمليات. وبتعرف رقم 11 انه قدامه فرصه واحده عشان يخلص منها، وهي انه يديها مفتاح مركب عشان تهرب في تاني يوم هي ورقم 16. فبيستغرب هي تعرف رقم 16 منين وليه عايزه تهرب معاه هو بالذات، لكنه بيضطر يوافق عشان يحمي اصحاب اللعبه الموجودين معاهم في المنشاه. وبيكون هوانج لسه في البحر بيدور على الجزيره، وبيطير طياره درون عشان تصور الجزيره قريبه منه من بعيد، وبمجرد ما بيشوف الجزيره في الكاميرا بيفتكر مشهد ضربه بالنار قبل كده على الجزيره، فبيقرر يروح هناك عشان يتاكد من احساسه. ولما بيوصل هناك بيشوف ذكرى لاخوه واللي بيكون هو نفسه اللاعب رقم 1 والمشرف الحالي على اللعبه، وبنعرف انه ضرب هوانج بالنار عشان يبعدوا عن اللعبه لانه اكيد كان هيوقفها. فبينادي هوانج على المساعدين في اللاسلكي عشان يعرفهم ان دي نفس الجزيره اللي اتضرب عليها، وده معناه ان الجزيره اللي عليها اللعبه قريبه. وبالليل بتشوف جونجا سيونج وقاعد حزين، فبتروح تتكلم معاه وتراضيه، وبتطلب منه ما يحسش بالذنب لانه بيفكرها بابنها يونج، وبتبدا تحكي له ان يونج كان طيب جدا لدرجه انه كان بيلوم نفسه على كل حاجه حتى لو مش غلطان، وحاول ينتحر كذا مره لكنها قدرت تلحقه على اخر لحظه، وفي الاخر هي اللي قتلته بنفسها. وبتطلب منه يساعد جنهو بنتها، وبيناموا كلهم عشان يرتاحوا. وبيوصل لحظتها تشوي البيت بارك وبيظهر انه شاكك فيه انه تبع اللعبه، فبيدخل من باب الجنينه وبيشوف الكلب بتاع بارك وبيفضل الكلب ينبح عليه، فبيسيبه تشوي وبيدخل جوه البيت وبيدور على اي حاجه تثبت ان بارك تبع اللعبه. فبيشوف صوره لبارك مع مندوب لعبه الحبار اللي بيقنع الناس انهم يشاركوا في اللعبه من البدايه، وقبل ما يخرج تشوي من البيت بيهجم عليه الكلب تاني وبيعضه في ايده، فبيضرب تشوي برصاصه وبيقتله وبيخرج من البيت. فبيلاحظ ان في حاجه غريبه تحت بيت الكلب، فبيزق البيت وبيشيل الغطا اللي تحته وبيلاقي فلوس كتير جدا وشنطه فيها لبس حارس من لعبه الحبار. وبتوصل الشرطه وبتطلب منه يسلم نفسه بتهمه سرقه بيت بارك. وتاني يوم بيصحى اللاعبين من النوم وبيتصدموا لما بيشوفوا جونجا وشانقة نفسها، وبيجوا الحراس ياخدوا جثتها في تابوت، وبيكتشف كبير الحراس واللي هو الحارس رقم 4 ان الحارسه رقم 11 بتخدعه وانها بتحاول تهرب مع اللاعب رقم 246. فبيطلب من المساعد بتاعه يدور على اللاعب ده قبل ما يهرب هو و11 من المنشاه، وبيكون ناقص لحظات على بدايه اللعبه الثانيه من لعبه الحبار. وبيظهر ان اصحاب اللعبه مراقبين كل حاجه من الكاميرات، وبيقرر واحد منهم واللي بيكون لابس قناع النسر انه يراهن على جون هو، وبيبان انه كان سكران وبيراهن عليها، ودلوقتي متاكد انها كده هتخسر لانها مش هتعرف تتحرك ببنتها. فبيقترح عليه الباقي انهم يعتبروا الطفله من اللاعبين، وهتضطر جنود بس على نفسها عشان تكسب وتنقذ بنتها لان اللي هيخسر هيموت. فبيوافق صاحب القناع بتاع النسر، وبتبدا اللعبه واللي بتكون عباره عن لعبتين لولد وبنت واقفين قدام بعض وبيلفوا حبل بسرعه كبيره، ولازم كل لاعب فيهم يعدي جسر بين لعبه الولد والبنت وهو بينط الحبل، ولو خبطوا الحبل هيقع من مكان عالي وهيموت. فبيقلقوا كلهم ومش بيكونوا عايزين يشاركوا اصلا.
اصلا في اللعبه، لحد ما بيروح من سون نامجو وبيعرفوا ان السلسله بتاعته معاه ومش هيديها له، فبيتعصب عليه نامجو وبيطلب منه السلسله بسرعه لانه عايز البرشام اللي جواها، فبيرمي من سون السلسله على الجسر، فبيضطر نامجو يعدي الجسر عشان ياخد السلسله، وبمجرد ما بيوصلها بيكتشف انها فاضيه، فمش بياخد باله ان الحبل قريب من رجله، وفجاه بيخبطوا الحبل وبيقع وبيموت، وبيتصدم باقي اللاعبين من شكله واقع على الارض. لكن سيونج وقتها بيقرر يدافع عن الطفله الصغيره، فبيقول لجنهو انه هياخد منها الطفله ويعدي الناحيه التانيه، وبعدها يرجع عشان ياخدها هي لانها مش هتقدر تعدي بسبب رجلها. وفعلا بيعدي سيونج الجسر وسط تشجيع من اللاعبين واصحاب اللعبه ورا الشاشات، وبيبدا يشجع باقي اللاعبين عشان يعدوا، فبيعدوا وبيوصل اللاعب رقم 96 الناحيه التانيه وبيزق اي حد يقرب منه وبيوقعه من على الجسر، فبيتصدم سيونج وبيحاول يمنعه، ولكن 96 بيفضل يكمل في اللي هو بيعمله وبيخلص لوحده على كام لاعب، وبيكون في لعيبه في نص الطريق خايفين يكملوا لا يموتوا وخايفين يرجعوا لانهم برضه هيموتوا، وبيبص 96 لسيونج وبيقترح عليه انهم يخلصوا على كل اللاعبين ويفضلوا هما الاثنين بس ويقسموا الفلوس على 2، فبيهددوا سيونج انه لو ما بقتش على الطريق هيرميه من على الجسر وهياخد الفلوس كلها لوحده، فبيخاف 96 وبيرجع بسرعه وبيعدي اللاعبين الناحيه الثانيه، وبيكون ناقص 7 دقايق بس واللعبه تخلص، وجون هو لسه ما اتحركتش من مكانها، فبيروح لها ميونج وبيعرض عليها يساعدها، لكنها بترد عليه انه شخص جبان وخاين لانه قتل صاحبتها قدام عينيها عشان خاطر الفلوس، وبتوريه ان رجلها ورمه، وبتساله لو كان هيشيلها ويعدي بيها، وبتلاحظ انه رافض فبتطلب منه يبعد عنها وما يفكرش يقرب منها تاني، وبيبدا ميونج يعدي الطريق هو كمان، وبياخد لحظتها من سوء اخر بالشمع معاه وبيعدي الجسر وخايف ومتوتر، وبيبدا يشوف تهيؤات زي ان اللعبه الولد بيبتسم له فبيخاف، لكنه بيتماسك وبيعدي الناحيه التانيه من الجسر، وبيبقى ناقص كام ثانيه بس، فبيطلب سيونج منها تفضل مكانها وهو هيرجع لها عشان ينقذها، فبتقوله ما يرجعش لانه املها الوحيد في انقاذ بنتها، وبتنهار جونهو من العياط وبتعرفه انها ممكن تعمل اي حاجه عشان تنقذ بنتها، وعشان كده قررت تضحي بحياتها عشان تحافظ على حياه سيونج والطفله لانه الوحيد اللي هيقدر يخلي باله منها، وبتودع سيونج وبتقرب من الحافه عشان ترمي نفسها، وقبل ما تخلص اللعبه بكام ثانيه بس بترمي جونهو نفسها وبتموت وبتخلص اللعبه، وبيقرر في الوقت ده اصحاب اللعبه انهم يخلوا الطفله هي اللاعبه رقم 222 مكان جونهو، وعلى الرغم من ان الفكره في البدايه ما حدش منهم بيوافق عليها لكنهم بيوافقوا في الاخر عشان يضيفوا حماس على اللعبه، وبيروح الحراس لاوضه اللاعبين وبيعرفوا من دلوقتي بقى عددهم 9 هيتنافسوا على الجائزه الكبيره بينهم وبين بعض، فبيستغربوا لانهم 8 بس، فبيقولوا لهم الحارس ان الطفله هي اللاعب رقم 9، فبيتعصبوا وبيقرروا يخلصوا على الطفله ويرجعوا 8 تاني، لكن الحارس بيضرب رصاصه في الجو وبيطلب منهم يبعدوا عن الطفله، وبيوزع عليهم هدايا بمناسبه انهم عدوا من اللعبه اللي فاتت، وفي اسم الشرطه بنشوف تشوي وهو بيتحقق معاه هو والشاب كان بتاعهم سرقه بيت بارت، ولان تشوي كان بيتهرب من الضرايب فبيطلب تشوي من المحقق انه يعمل مكالمه من تليفونه، فبيرفض وبيتصل المحقق تاني ببارك عشان يعرف انه بيته اتسرق، وبيكون بارك على المركب مع هوانج وبيخططوا سوا ازاي يوصلوا للجزيره، فبيحدد هوانج الاماكن اللي هو شاكك فيها، لكن بارك بيعرفوا ان مستحيل الجزيره تكون موجوده قريب منهم لان المكان ده مليان عواصف وحفر السواحل بيعدوا كل شويه، وفجاه بيرن تليفون بارك وبيعرف من محقق الشرطه ان تشوي سرق الفلوس والشنطه اللي كان فيها لبس من بيته، وبيقولوا المحقق ان تشوي بيقول كلام غريب عن جزيره ولعبه الناس بيموتوا فيها، فبيقولوا بارك انه ما يعرفش حاجه عن الكلام ده وبيشكروا انه رجع له حقه، وبنرجع لاسم الشرطه وبيكون تشوي متعصب وعايز يعمل مكالمه ضروري، فبيقرب المحقق التليفون منه عشان يفتحه ببصمه وشه، وبيسرق تشوي التليفون وبيهرب بسرعه قبل ما حد يوصل له، وبيتصل بهوانج وبيعرفه كل حاجه، وان بارك عرف انه دخل بيته واكتشف حقيقته واكيد هيخلص على كل اللي في المركب، وفعلا بيدخل بارك كبنت القياده وبيتصل على قبطان المركب رقم 2 وبيعرفوا انه اتكشف وهيخلص على طاقم المركب بتاعته، وبياخد البندقيه من الدولاب وبيروح للاوضه اللي متجمع فيها الطاقم كله وبيضرب عليهم نار وبيقتلهم كلهم ما عدا واحد بس، فبيدخل الاوضه عشان يقتله هو كمان، وقبل ما يقتله بيسالوا بارك عن مكان هوانج فبيقولوا الموجود وراه، وبيظهر هوانج من وراه وبيضربه بسهم في صدره فبيقع على الارض، وبيساله هو ليه انقذه من الموت قبل كده، فبيرد عليه انه عمل كده عشان ينفذ اوامر المشرف اللي هو صاحب اللعبه، وما بيكونش هوانج فاهم هو يقصد مين، فبيطلب منه يقوله على مكان الجزيره فبيرفض وبيموت بعدها بارك وبيسيب هوانج والمحقق التاني على المركب، وبنرجع لمنشاه لعبه الحبار وبنشوف سيونج وهو لابس شيك وقاعد بيتغدى وبيظهر عليه انه متضايق ومش طايق نفسه ومركز طول الوقت مع الطفله لانه خايف عليها، وبيكون اصحاب اللعبه خايفين ان اللاعبين ينسحبوا لان كل واحد منهم نصيبه بقى اكتر من 4 مليون وان، فبيوعدهم المشرف ان اللاعبين هيوافقوا يكملوا اللعب للاخر بسبب طمعهم، وبيدخل وقتها الحراس على اللاعبين التسعه وبيقدموا كتير لكل اللاعبين، وحتى الطفله بيجيبوا لها ببرونه عشان تتغدى هي كمان، فبيطمن عليها سيونج وبيبدا ياكل، وبعد شويه بيعرفهم الحارس ان اللعبه الاخيره هتكون جديده من نوعها، وفي اللعبه
وبيحددوا بنفسهم مين اللي هيخسر ومين اللي هيموت ومين اللي هيفضل عايش وياخد الفلوس، لكن لازم على الاقل يختاروا 3 لاعبين يخسروا، ويقدروا يختاروا اكتر من كده عادي. فبيوافق اللاعبين على اللعبه، وبيجي وقت التصويت فبيرفض سيونج ومين سون انهم يكملوا اللعبه، وبيوافق 5 لاعبين ان اللعبه تكمل، وده بيخليهم يكسبوا بالاغلبيه، وبيعرفهم الحارس ان اللعبه الجديده هتكون تاني يوم. وبنروح لاصحاب اللعبه اللي بيكونوا مبسوطين لان المشرف طلع صادق في كلامه، واللاعبين قرروا يكملوا اللعبه للاخر. وبيسال صاحب قناه ثعلب اذا كانت اللعبه دي هي اللي هتتلعب فعلا، فبيقول له المشرف ما يسبقش الاحداث وانه يحتفظ باللعبه الحقيقيه لنفسه لحد تاني يوم عشان يفضلوا فضوليين وياخدوا اكبر قدر من المتعه. وعلى المركب بيعالج وانج صاحبه وبيطلب منه يساعده عشان يوصل للجزيره، وبيضطر يقول له على الحقيقه وانه موجود على الجزيره مع باقي اللاعبين ومش عارف يوصل له، ومش بيكون عارف انه هو نفسه اللاعب رقم 1. فبيوافق صاحب وانج انه يساعده، لكن هم ما يعرفوش مكان الجزيره لحد دلوقتي. فبيفتكر وانج ان بارك من شويه شاور على منطقه في الخريطه وقال لهم ان مستحيل الجزيره تكون موجوده في المنطقه دي، فبيتوقع ان ده مكان الجزيره وهو كان بيحاول يضحك عليهم. وبنرجع للعبه الحبار وبنشوف اللاعبه رقم 11 وهي بتهرب مع اللاعب رقم 246، وبمجرد ما بتتحرك بالمركب بيكلمها رقم 4 على سلكي وبيطلب منها ترجع تاني قبل ما يفوت الاوان، فبتعرفوا انها تهرب وبتحذروا يدور عليها تاني. فبيقول لها رقم 4 انه عارف هما رايحين فين، وبيكون فتح قدامه صوره لبنت اللاعب 246، وبيهدد اللاعبه رقم 11 انها لو ما رجعتش هيقتل البنت دي، فبتغير اتجاه المركب عشان ترجع تاني. وجوه اللعبه بيبدا اللاعبين يفكروا هيختاروا مين يخسر، فبيكون اول اختيار على سيونج لان الباقيين في اللعبه بيكرهوه وعايزين يخلصوا منه، وبيختاروا الطفله ومين سون، وبكده بيخلصوا من 3 لاعبين ويفضل 6 بس اللي موجودين، ويقسموا الفلوس بينهم وبيوافقوا كلهم لان كل واحد هياخد 7 مليون وان و600 الف. وبعد شويه بترجع رقم 11 للجزيره وبتطلب من 246 يهرب لوحده ويبلغ الشرطه اول ما يوصل على الشاطئ لان بنته في خطر، فبيتحرك بالمركب وبيظهر ان في جهاز تعاقب في المركب، فبيعرف رقم 4 انهم بيهربوا بالمركب تاني، فبيطلب من حراسه يخلصوا على 11 و246، وبتكون 11 في طريقها لفتحه التهويه عشان تدخل جوه المنشاه تاني. وجوه المنشاه بيروح سيونج عشان يقابل المشرف وبيكون مخضوض ومش عارف المشرف عايز يقابله ليه، وبمجرد ما بيشوفه بيخلع المشرف القناع فبيتعصب سيونج وبينفعل عليه، وبنعرف ان اللاعب ده هو رقم 1 اللي كان معاه في الجزء التاني، فبيقترح رقم 1 على سيونج انه يساعده يفضل عايش هو والطفله، وبيديله خنجر عشان يطعن بيه باقي اللاعبين. فبيرفض سيونج وبيكون عايز يقتل رقم 1 لكنه مش هيستفيد حاجه لما يقتله، فبيقرر يسمع كلامه وياخد السكينه. وبيرجع سيونج لقاءة اللاعبين وبيقرب من اللاعب الاول عشان يخلص عليه، ولحظتها بيفتكر المشرف ذكرى ليه لما كان لسه لاعب واتعرض عليه نفس السكينه عشان يخلص من اللاعبين التانيين ويكسب، وقدروا انه يخلص على اللاعبين بسهوله. وفي الوقت الحالي بيتفرج على سيونج ومستنيه مش زيه، ولما بيقرب سيونج من اللاعب الاول عشان يقتله بيشوف ذكرى للاعبه رقم 168 وهي بتعيط وبتطلب منه ما يقتلش حد لانه طيب وما ينفعش يعمل كده، فبيحس سيونج بالذنب وبيرجع في كلامه وبيبعد عن اللاعب ده. وتاني يوم بتدخل رقم 11 من فتحه التهويه وبتوصل لحد مكتب رقم 4 لكنها بتحس بحركة عند الباب فبتستخبى بسرعة. وبنروح لهوانج اللي لسه في البحر بيدور على الجزيرة، فبيكلمه المشرف على اللاسلكي بتاع المركب وبيطلب منه يبعد عن الجزيرة وما يفكرش يحقق عن اللعبة أكتر من كده وإلا هيموت. فبيرد عليه هوانج إنه مش هيرجع بعد ما وصل هنا، ولو عايز يمنعه يبقى يقتله لما يشوفه، وبيقفل التليفون. وبنرجع لرقم 11 وهي في مكتب رقم 4 وبتهدده بالسلاح بتاعها، فبيضطر يسمع كلامها وبتخليه يمسح ملف اللاعب رقم 246 من على النظام. وبنعرف انها بتعمل كل ده عشان تنقذ 246 وبنته من الموت، فبيعجب رقم 4 بيها لكنه بيقرر ينتقم منها، وقبل ما يتحرك من مكانه بتقوله انها تخلص عليه بما ان النسخه اللي على الجهاز هي اخر نسخه، فبيعرفها ان في نسخه ورقيه في مكتب المشرف وهو الوحيد اللي يقدر يدخل المكتب غير المشرف، فبتخليه يمشي قدامها وبيركبوا الاسانسير. وفجاه بيهجم عليها رقم 4 وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد ما بيوصلوا للمكتب وبيخرجوا من الاسانسير وبيتقفل الباب على السلاح جوه الاسانسير وبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض لحد ما بيجرحها رقم 4 في بطنها. وبيعرف وقتها ان اللعبه الجديده هتبدا، فبيفتح الشاشه عشان يتفرج على اللعبه وبتزحف رقم 11 على الارض لحد ما بتروح للاسانسير وبتفتح الباب وتاخد السلاح وبتضربه بالرصاص فبيموت. وبنرجع للعبه الحبار فبنشوف اللاعبين وما بيستعدوا عشان اللعبه الجديده وبيركبوا اسانسير وبيطلعوا لاخر دور في المنشاه لان اللعبه الجديده اسمها لعبه الحبار السماويه. وقواعد اللعبة عبارة عن 3 أبراج للأشكال الهندسية، الدايرة والمثلث والمربع، وعلى كل برج لازم يخسر واحد منهم أو أكتر من واحد، وهما اللي هيختاروا مين اللي هيخسر ويموت
ومين اللي هيفضل عايش. فبيتوتروا كلهم لان محدش فيهم عايز يموت، وبيبداوا يفكروا انهم يقتلوا الطفله وسيونج. وفي الاثناء دي بيبص مينسو على حافه البرج، فبيشوف ذكرى لصاحبه ثانوس اللي مات قبل كده، وبيطلب ثانوس منه ينقذه. وبعدها بيتغير ثانوس لنامجو وبيمسك في رجل مينسو، فبيخاف جدا وبيفضل يضربه عشان يبعد عنه. وبتفضل الذكرى تتنقل بين نامجو ومينسو، وبيقرر في اللحظه دي ميونج يغير رايهم، فبيقترح عليهم يخلصوا من مينسو الاول، فبيوافقوا وبيقربوا منه، ولكن محدش بيقدر يزقه من البرج لانهم خايفين يقعوا معاه. فبيمسك ميونج عمود حديد كان مغروس في نص البرج، وبيزق مينسو اللي بيتخيل شكل حبيبته سيمي الميتة، وبيقع من على البرج للأرض. وبكده بتخلص الجولة الأولى، وبيجي الدور على برج المثلث. فبيعدوا على جسر صغير وبيوصلوا لبرج المثلث، وبيكونوا قدامهم 15 دقيقة بس عشان يختاروا مين فيهم هيموت. وبيكون أصحاب اللعبة مراقبين كل حاجة من شباك إزاز في المنشأة، وبيشوفوا اللاعبين وهم عايزين يوقعوا الطفلة. فبيمسك اللاعب رقم 353 العمود اللي في نص البرج، وبيهدد سيونج انه يرمي البنت من ايده والا هيخلص عليه. فبيتعصب عليه سيونج، وبيعرف انه بعد ما بيخلص عليه هو والطفله هيكتشف ان في العاب تانية، وهيفضلوا يخلصوا على بعض لحد ما يكسب واحد بس. وبيخوفوا سيونج ان الدور الجاي هيكون عليه هو، فبيستسلم وبيرجع العمود لباقي اللاعبين. وبنروح لمجموعه من الحراس وهم على مركب في البحر، وبيظهر انهم لسه بيطاردوا اللاعب رقم 246 عشان يقتلوه. فبيفضلوا يضربوا عليه نار لكن ولا رصاصه بتيجي فيه، لحد ما بيقف بالمركب بتاعته وبيظهر قدامه 2 من الحراس، وبيقول له واحد منهم انه خسر في اللعبه ولازم يموت. لكن فجاه بتوصل سفينه واند وبيضرب نار على الحراس وبيقتلهم كلهم، وبينقذ رقم 246. وبيبان ان رقم 11 في مكتب المشرف بتحاول تقطع الملف بتاع 246 عشان يختفي للابد من المنظمه وكانه ما دخلهاش قبل كده. وبنرجع للعبه الحبار، وبيقرر اللاعبين يخلصوا من سيونج، فبيكتبوا عليه وبيفهموه انهم هيعملوا قرعه، فبيطلب منهم ان هو اللي يعمل القرعه. فبيروح رقم 336 يديله الورق، وبيكتشف سيونج انهم عاملين حبل من البدل بتاعتهم. فبيطلع سيونج السكينه وبيقطع الحبل، وبيهدد 336 انه يرميه من فوق البرج. فبيترد يسامحه وبيوعده مش يعمل كده تاني لان هم اللي اجبروه يعمل كده. وبيبان ان ميونج بيتسحب من ورا سيونج، وفجاه بيصرخ بأعلى صوته، فبيبعد سيونج وبيقع ميونج من على البورد. وبنعرف بعد كده انه كان قصد يوقع 336 لان الطفله هي بنته اصلا، وكان ناوي يبدا حياه جديده معاها هي وجين هو بعد ما يخرجوا من المكان ده. لكن بعد ما اتخانقت جين هو قرر يدافع عن بنته لحد اخر نفس. فبيصدقوا سيونج لانه شافه وهو بيعرض على جين هو يساعدها عشان تعدي في لعبه نط الحبل. وبيوجه سيونج كلامه لباقي اللاعبين وبيقرر يحاربهم عشان يخلص منهم، فبيترجوا يديهم فرصه عشان يلاقوا حل، وبيقترحوا عليه يعمل قرعه. فبيرفض وبيمسكوا اللاعب 39 وبيفضلوا يضربوه لانه اضعف واحد فيهم. وبيشرح اللاعب رقم 100 لسيونج الخطه، فبيقولوا انه ناقص مرحله كمان بس واللعبه تخلص، والهدف من اللعبه انهم يخلصوا من شخص واحد بس ويخلوا 39 يكون هو كبش الفدا. فبيرفض سيونج وبيقول لهم يعملوا قرعه زي ما طلبوا في الاول، وساعتها يموت اللي يطلع اسمه في القرعه. فبيخاف اللاعبين وبيرفضوا يعملوا القرعه، وبيهجم اللاعب 203 على سيونج، فبيتقاتلوا هما الاتنين مع بعض، وبيقدر سيونج يطعنه وبيخلص عليه. وبيتخانق ميونج مع 353 وبيقدر يهزمه بسهوله وبيرميه من فوق البورد. وبيشوفوا بعدها اللاعب رقم 100 وبيحتفل، فبيبص له ميونج باستحقار لانه راجل وضيع وخاين، وبيزقوا سيونج فبيقع هو كمان من على البورد. وفي اللحظه دي بيخاف 39 جدا، بيحس انهم هيستغلوه لانه اضعف واحد فيهم ويرموه في اخر جوله. فبيقرر يخلص نفسه من العذاب ده وبيرمي نفسه من على الجبل. وبكده بيفضل سيونج وميونج والطفلة الصغيرة بس اللي عايشين، وبيفضلوا باصين لبعض في صدمة ومش عارفين يتصرفوا ازاي. وبنشوف في الوقت ده هوانج هو بيتكلم مع 246 وبيكون فاكر واحد من الحراس، فبيحكي له 246 كل حاجة وبيخليه يكشف عليه بجهاز المسح، فبيظهر ان رقمه 246. فبيفهم انه كان لاعب في لعبة الحبار، وبيشاور له 246 على مكان الجزيرة. فبيقرر يروح الجزيرة عشان يقبض على اصحاب اللعبة، وبينزل لوحده المية وبيسيب صاحبه 246 على المركب عشان يبلغوا خفر السواحل بالمكان. وبنرجع للعبة الحبار وبنشوف الحارسة رقم 11 وهي بتحرق كل ملفات اللاعبين وبتكون مصابة وبتنزف دم وخلاص هتموت. فبتطلع الملف بتاعها تقراه وبنعرف ان اسمها نيول، وبتشوف نيول صورة بنتها في الملف وبتكون ماتت وهي صغيرة. فبتبص نيول للصورة وهي منهارة وبتبقى وحشها بنتها جدا ونفسها تشوفها ولو لمرة واحدة. وجوه اللعبة بيقرر ميونج يضحي بسيونج لانه اخر واحد عايش، فبيعدي الجسر الاول وبيكون ماسك في ايده العمود الحديد وبيطلب من سيونج يديله البنت ويفضل هو في البرج التاني. واما الوقت يخلص يموت سيونج وتفضل الطفلة عايشة مع باباها. فبيتوتر سيونج وبيسأله لو عمل كده هيضحي بمين في اخر جولة، وبيتوقع سيونج انه هيضحي بالطفلة، فبيرفض انه يديها له وبيطلب منه يخليه يعدي الجسر بسرعة لان الوقت لو خلص
هيموتوا كلهم على الجسر. فبيرفض ميونج كلامه كله، فبيسيب سيونج الطفل على الجسر وبيرجع لبرج المثلث وبياخد السكينه بسرعه. وعلى اخر لحظه قبل ما يتلم الجسر بينط للبرج الاخير واللي هو برج الدايره، وبيتخانق سيونج مع ميونج لحد ما بيوقعوا العمود الحديد على الارض. فبياخد ميونج الطفله وبيروح يقف على حافه البرج وبيهدد سيونج انه لو قرب خطوه واحده كمان نقطته يرميها. فبيرمي سيونج السكينه من ايده وبيطلب منه يسيب الطفله، فبيسيب ميونج الطفله وبيمسك السكينه وبيهجم على سيونج وبيقدر يطعنه في كتفه، بس سيونج بيطلع السكينه من كتفه بسهوله وبيتخانق هو وميونج لحد ما بيقعوا هما الاثنين على البرج. وعلى اخر لحظه بيمسك سيونج في سيخ حديد طالع من البرج وبيتعلق ميونج في الجاكيت بتاعه عشان ما يقعش على الارض، وبيحاول سيونج ينقذه فعلا لكنه بيقع وبيموت. وبينبهر اصحاب اللعبه ان سيونج هو اللي كسب برضه، لان دي اول مره في تاريخ لعبه الحبار شخص واحد يكسبها مرتين. ولكن بيكتشف سيونج انه ما دسش على زرار البدايه، وبعد ما يدوس على الزرار لازم واحد منه هو او الطفله يموت عشان اللعبه تخلص. فبيشغل سيونج اللعبه وبيقرر ينط الطفله مره واحده عشان ما يسيبش الطفله تعيش في الحياه البائسه دي، وبيبص ناحيه كاميرات المراقبه وبيكلم منظمي اللعبه وبيقول لهم ان اللاعبين دول مش احسنه وانهم مش بشر، وان المفروض موتهم ما يبقاش متعه بالنسبه للاغنياء. وبيظهر انه فاقد الامل في الحياه، لكن بيصعب عليه البنت الصغيره وبيقرر يسيبها على البرج وبيودع المكان بنظره اخيره، وبيرمي سيونج نفسه من على البرج وبينزل على الارض وبيموت في سبيله انه ينقذ روح بنت صغيره. وبينجح سيونج في مهمته وبيقدر ينقذ الطفله وبتخلص اللعبه، وبتعلن اللعبه فوز الطفله بالفلوس كلها لانها الوحيده اللي لسه عايشه. وبتكون رقم 11 خلصت على كل الملفات وكانت ناويه تنتحر وترمي نفسها في النار، لكنها رجعت في كلامها على اخر لحظه ولبست بدله الحراس وهربت معاهم بسرعه. وفي اللحظه دي بيوصل هوانج للجزيره على امل ان يوقف اللعبه ويقبض على المنظمين، لكن المشرف بيعرف انه قرب من الجزيره فبيؤمر كل الحراس ينفذوا خطه الهروب، وبيشغل خاصيه التفجير الذاتي للجزيره، وبيكونوا قدامهم 30 دقيقه بس والجزيره تنفجر وتختفي لعبه الحبار وكانها ما كانتش موجوده قبل كده. وبيكمل هوانج طريقه جوه المنشاه فبيشوف المشرف وهو بيشيل القناع من على وشه وبيودع جثه سيونج لاخر مره، وبيطلع على قمه البرج وبياخد الطفله الصغيره قبل ما المكان ينفجر. وفجاه بيضرب هوانج نار في اتجاههم وبيكتشف ان المشرف هو نفسه اخوه انهوم، فبيتصدم وبيكونش مصدق نفسه وبيفضل يساله هو ليه عمل كده، ولكن انهوم مش بيهتم بيه وبياخد الطفله وبيهرب بسرعه على سفينه ضخمه مع باقي الحراس ومنظمي اللعبه. وبيهرب هوانج من المنشاه على اخر لحظه وبينزل الميه، وبعدها بنشوف شخص مجهول وهو داخل اوضه ضلمه وما في ايده مسدس، وبيفتح باب الاوضه فبيلاقي جواه مبلغ كبير جدا. وبعد 6 شهور بتروح نيول تطمن على اللاعب 246 واللي بيكون شغال رسام في شوارع كوريا، وبيظهر انه مش عارفها ولا حتى عارف شكلها، وبيفضل يسالها لو كان شافها قبل كده، فبتقول له انها كانت شغاله في الحي الفتره وعارفه كل حاجه عنه هو وبنته وكانت جايه عشان يرسمها وتطمن عليهم مش اكتر. وبتمشي نيول قبل حتى ما الرسمه تخلص، وفي عربيتها بيتصل بها شخص كانت موكله عشان يدور على بنتها، وبنعرف ان بنتها ما ماتتش وانها ضايعه مش اكتر. فبيقولها الشخص ده ان في حد شاف بنتها في الصين، فبتقرر تسافر في نفس اليوم. ولما بتوصل المطار بيشوفها الشخص ده لكنه بيستخبى منها بسرعه، وبيتصل وبيقولها انه كان يتمنى يقابلها قبل ما تسافر لكنه مش فاضي دلوقتي عشان معاه شغل. وبيروح هوانج للسجن لان النهارده ميعاد خروج تشوي، وبياخدوا هوانج عشان يرجعوا البيت. وفي الطريق بيقولوا ان كل الفلوس اللي سابها لهم سيونج في الاوتيل اتسرقت، ومش بيكون عارف ازاي اتسرقت اصلا لان محدش يعرف مكانها غير هوانج وتشوي وسيونج، لكنه مات خلاص. فبيرجع هوانج البيت وهو متضايق لانه خسر الفلوس كلها، واول ما بيدخل البيت بيتصدم لما بيشوف الطفله في الاوضه عنده، وبيلاقي معاه جواب صغير جواه كارت مكتوب عليه ان هي اللي كسبت لعبه الحبار ومعاه كارت فيزا. فبياخد هوانج كارت الفيزا وبيروح عشان يتاكد في فلوس قد ايه، وبيتوقع ان كلمه السر هي رقم جنيه في لعبه الحبار، وبتنجح خطته وبيكتشف ان الفيزا عليها اكتر من 45 مليار وان. فبيفرح ان الفلوس رجعت له وبيقرر يربي البنت ويرجع يبني الفندق وتشو وكيم. وبعدها في مدينه لوس انجلوس بنشوف انهم وهو بيخبط على بيت في المدينه، فبتفتح له بنت جميله اسمها جايونج، وبنعرف ان جايونج هي بنت سيونج الصغيره، وبيظهر عليها انها بتكره والدها جدا لانه مش بيسال فيها ولا حتى بيتصل بيها. فبيديها انه علبه صغيره من العاب لعبه الحبار وبتكون فاكراها دي من باباها، وبتتضايق لانه لسه فاكر يسال عنها، وبتقول له انه مش عايزه منه حاجه، وبتبقى خلاص هتقفل الباب في وشه. فبيعرفها ان العلبه دي فيها الحاجات بتاعت باباها، فبتتصدم جايونج وبتاخد العلبه من انه وبتفتح العلبه وبتشوف جواها بدله سيونج من لعبه الحبار وعليها جواب صغير لونه اسود وجواه كارت فيزا. فبتجري بسرعه عشان تلحق انه، لكنه بيبقى مشي، وبيبان بعدها ان هو في العربيه بتاعته وبينزل شباك العربيه، فبيشوف بنت جميله لابسه بدله وبتلعب لعبه مع واحد متشرد في الشارع، ولو كسبته هينضم للنسخه الجديده من لعبه الحبار. وبنعرف ان البنت دي هي بديله مندوب اللعبه اللي ظهر في الجزء الاول. وبيخلص بكده الموسم الثالث والاخير من مسلسل لعبه الحبار.